السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ الصحه لاباس؟ كلشي مزيان؟ اموركم هانيه؟ صحيحتكم كلشي بخير؟ الحمد لله. السلام عليكم يستما ماني كانت قامت بخير؟ لاباس دارونت؟ صحت نونت؟ كلشي بخير؟ اتمنى ان شاء الله ربي كنتي ديال في الفيديو بخير وعلى خير. تقول الامور نونت تنتي كلشي بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد البنات، ونهار جديد وروتين جديد. اولا قولي لي بركه عليك من الروتينات راه طبنا. طبنا بالروتينات والله العظيم. لا كلشي هكا قولوا لي فينا هما الخرجات، فينا هما التبحيرات. واش خيمتي؟ انا ما نكذبش عليكم كما قلت لكم في اخر فيديو، ما كاين لا سفر لا تبحيره، مازال ما بحرت، مازال ما درت حتى شي حاجه. حدي غير الدار كما قالت واحد الاخت اللي قالت لي في لي كومونتير، قالت لي راه كنا في الهوا سوا، قالت لي انا راه ما كاين غير هدا انت جلس انت اجي انت. كضربوا العيالات مساكن كضربوا مع وليداتهم. ايوا واش غادي ديروا؟ هذه هي سنه الحياه. انا باش ما نكذبش عليكم نقول لكم رانا كل صيف كنخرج اولا كل صيف كنمشي نسافر ولا شي حاجه نهائيا. انا سوا الصيف سوا الشتاء بحال بحال اختكم حدا اكادير وحدا الدار. المهم كنخرج كنبدل الجو في البحر وتنمشي بحال كدا. المهم تنديروا خريجات، كنمشيو للبارك، هادشي تندير. اما باش نسافر البنات ما تنسافرش، كنجلس غير في مدينتي وكنبدل الجو غير في مدينتي. وراه البحر ديال اكادير لا يعلى عليه، والناس اصلا كيجيو لاكادير، راه كاع اللي كاين في المدن اخرى كيجي كيصيف اكادير، وحنا راه بلاصه زوينه فاش كاينين صراحه. المهم بلا ما قلت لكم الهضره، كما شفتوا راه بديت معكم من الصباح. من بعد ما فطرت بنتي، واخا ما بقاش كتبغي تفطر ليا نهائيا، وليت واحله معاها تاكل ليا غير السقاطه وكتشرب ليا غير ضناب. هادشي اللي تدير. صافي جمعت بيت النعاس حيت هو اللي مرون عندي. اما الدار راه جمعتها البارح بالليل وسيقت ودرت المعن في الماكينه كما شفتوا، راه خويتها وكل حاجه رديتها بلاصتها. وبقات لي هاد البلاصه هادي البنات، تحت البوطاجي هذا اللي كندير فيه هاد المواد ديال التنظيف، هو اللي بقى لي من البارح كنت باغا نجمعو. بما كتبكي ليا بنتي بغات تنعس حيت بالليل صافي وخليته. قلت حتى اليوم ان شاء الله كما نيت كتشوفوا دابا عاد باش قلت غادي نجمعو. راه كنخوي يا البنات، انا هاد البلاصه هذه هي اللي كترون بزاف عندي، حيت فيها كما شفتوا بزاف ديال البواده وبزاف ديال القراعي. وحاشاكم فيها حتى طارو ديال الزبل. وكل نهار كنقلب فيها اولا كنجبد فيها قرعه بحال هكذا ديال ثاني كروه اولا ديال جافيل، صافي كترول ليا. وراه كل نهار كل مره في السيمانه ضروري كنمسحها، حيت كتكون عندي فيها ديك كما كتشوفوا ديك ماشي غبره، بحال الصدى كيتفرتت ليا تما. ما عرفت واش من روبينيات ديال الماكينات بجوج اللي كيطلقوا داك الصدى اولا من الراس ديال البوطه. واخا راه البوطه كما شفتوا درت ليها هذاك ديك الفراشه من التحت باش ما تبقاش تصدى ليا، ولكن ديما كنلقى داك التفرتيت ديال الصدى ما عرفتش منين جا، الله اعلم. والحاجه الوحيده اللي تربجني تمايا هما الساشيات كما شفتوا في الاول. راه تنعيا يا البنات ملح فيهم وتنحيدهم، والو هاد الساشيات فيهم البركه. وهما صراحه اللي كيبينوا تحت البوطاجي مرون ومجموع. صافي انا رشيت جافيل مع ثاني كروه مخلطين. انا راه ديك القريعه درت فيها ثاني كروه ديال الخزامه وثاني كروه ديال الورد، وزدت عليهم شويه ديال جافيل. صافي ملي مسحتهم مزيان مزيان راه نشفت تمايا باش ما يديرش ليا داك لا ميديتي اولا باش ما يغملش ليا. واخا صراحه الحمد لله ما كيغملش ليا نهائيا. في الاول ملي كانت عندي الكوزينه قبل ما نصلحها كان كيغمل ليا، حيت كنت دايره فيه الخشب، داك الخشب ديال البوارج هو اللي كان كيشد ليا ديك الرطوبه. اما دابا الحمد لله ما بقاتش كتكون ليا فيه ديك الرطوبه. صافي من بعد ما غسلت ديك السليله اولا ديك الشبكه رديت فيها كل حاجه بلاصتها. صافي يا البنات، هنا كنشارك معكم هاد السائل هذا ديال لافيسيل. صراحه غزال صدق ليا زوين واقتصادي، فيه 5 يطرو يا البنات اللي فيه. المهم حسن لي الكبسولات زوينين صراحه، ولكن حتى هذا صدق ليا مخير. دابا تقريبا شي شهرين وانا كنستعملو، المهم عجبني. داكشي علاش شاركته معكم البنات. وقبل ما ننسى ثاني البنات، حيت اخر فيديو نسيت ما قلت لكم بلي انا واحد السيده راه كتخلي لي لي كومونتير. دابا تقريبا 2 فيديوهات اللي لحت خلات لي لي كومونتير، قالت لي عافاك طلبي البنات اللي كاينين في اكادير واللي في نواحي ديال اكادير وعندها الحويجات ديال الزياده ديال الطريبيه صغيره تعطيهم ليا. راني محتاجاهم قريبا نولد وما فحاليش، وبغيت البنات يتعاونوا معايا. ما نكذبش عليكم،
في الاول انا ملي قريت لي كومونتير تاعها قلت ما نشاركش معكم، ولكن ملي اصرت عليا وقلت علاش لا، ما فيها بس. البنات اللي بغات تتعاون مع هاد السيده هادي راه كاينه، اولا كاين الكومونتير تاعها في اخر فيديو، راني درت ليه التثبيت هو الاول في لي كومونتير. غادي تدخلوا لي كومونتير غادي تلقاو التعليق تاعها مثبته انايا في لي كومونتير الفوق. المهم دخلوا كتبوا ليها، هي تخلي لكم نمرتها اولا تقول لكم في كاينه بالضبط اللي بغات دير هذا الاجر هذا في سبيل الله، ما فيها حتى شي حاجه. انا راه غير ما لقاتش عندي الحويجات باقي ديال بنتي، كون كانوا عندي ولا تنعطيهم ليها، ولكن انا بنتي راه غير كتفوت اي حاجه كتفوتها كنعطيها وكنصدقها في سبيل الله. والله العظيم كاع الاغلبيه ديال الحوايج ديال بنتي عطاتهم في سبيل الله. المهم البنات قلتها لكم، الله يعطيكم الخير وما ديروهاش من يخلط الصواب. راه ماشي اول مره يا البنات يجيني بحال هاد لي كومونتير هادو، ولكن انا كنتفادى نشارك معكم، حيت انا الواحد ملي ما كنعرفوش ما كنبغيش نشارك نشاركوا مع الناس الاخرين، حيت راه هادشي بزاف كتر. راكم عارفين كاين اللي عنده نيت وكيدير هاد الطريقه هادي غير باش يتعاطفوا معاه الناس، وكاين اللي كيديرها تجاره. ولكن هاد السيده هادي اصرت عليا وكتحلف بالله بلي انها ما عندهاش ومخصوصه، داكشي علاش شاركته معكم البنات. من بعد ما ساليت المسيح ديال تحت البوطاجي وردت كل حاجه بلاصتها، هنا جيت غادي ندير الغداء وقلت علاش لا ما نشاركوش معكم. ندير اللحم بالبرقوق، غندير واحد اللحم يا البنات اللي تيجي رائع، تيجي بنين 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 بحال ديال العراسات. اولا قولي لي تاكلينا اللحم عاد باش انتي جيتي تشاركي معنا الطريقه ديالك، عاد كتب البنات والله العظيم لا عاد كتب باش نشارك معكم. ولكن غير صدقوني والله العظيم تجربوه بنفس الطريقه اللي درت انا، حتى كيجيكم اللحم غزال، غيجيكم المذاق ديال العراسات اللي كيكون فيه بالضبط. المهم كما شفتوا هنا درت القياس ديال اللحم. المهم انا كنخلط من كل بلاصه شويه، ما كنديرش انا غير الضلعه ولا كندير غير العنقره. المهم كنخلط كل شيء من كل بلاصه شويه. صافي درت معلقه ديال السمن كما شفتوا، وتنزيد عليه شويه ديال سكنجبير، تقريبا معلقه صغيره ديال سكنجبير ومعلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، غير ما تكونش معلقه عامره بزاف، ومعلقه صغيره ديال المروزيه ديال اللحم كما شفتوا، وشويه ديال البزار. الا عندكم البنات المروزيه ديروها، ما عندكمش ديروا شويه ديال البسيبيسه وشويه ديال القعقله. صافي هادشي اللي ديروا. وغادي نزيد واحد عويد ديال القرفه، الا عندكم قرفه عواد ديروها، ما عندكمش ديروا ربع معلقه صغيره ديال القرفه مطحونه. انا غادي نضيف هاد الضمانه ديال الزعفران اختياريه يا البنات، الا بغيتو تعملوها ما بيتوش ما ديروهاش، غير هو راه هي اللي كتعطي داك اللون اللي تيجي زوين المرقه تاعتنا. صافي من بعد ما درت ديك الضمانه ديال الزعفران كنزيد هنا حتى زعفران شعره، الزعفران الحر، وعندي هنا شويه ديال الملح، وغادي نحك ضريس ديال الثومه. الا عندكم ضريس كبير ديروا غير واحد، الا كان صغير ديروا جوج. كاين دابا اللي غتجي الثومه عجب في اللحم، ولكن غير جربوه يا البنات، تيجي بها لذيذ، كيجي بها زوين، وهي اللي كتعطيه ديك النسمه وديك المذاق ديال العراسات. غير جربوه بنفس الطريقه اللي درتو انا، غادي يعجبكم وغادي تاكلوا عليه صبيعات يديكم. المهم البنات كيما شفتوا زدت كاس ديال الماء باش يطلق ليا فيه هذا اللحم. كيما شفتوا انا اللحم راه عندي مكونجلي، ما جبدتوش من قبل، داكشي علاش. المهم درت ليه كاس الماء وخلط داك اللحم مع ديك العطريه مزيان، وزديت عليه في الكوكوت حتى يشرب ليا ديك العطريه مزيان مزيان ويطلق ليا داك اللحم. عاد باش غادي نضيفو الزيت يا البنات ما تنديرهاش في الاول. وهنا كما شفتوا كنقطع البصله، انا راه البصله ما كنكثرهاش في اللحم، تقريبا الا كان عندي كيلو ديال البصل حوليه كيلو ديال اللحم تندير واحد البصله، الا عندي 2 كيلو ديال اللحم تندير جوج بصلات. هنا راه تقريبا غادي يكون عندي كيلو ديال اللحم اللي غتكون عندي اولا اكثر. المهم درت بصله اللي كتكون بحال هكذا شويه ما كبيره ما صغيره، قطعتها طريفات وخليتها على جنب. صافي هنا في هذه الوقيته هذه غادي ندير البرقوق، غادي نسلقو البرقوق، غادي نغسلو مزيان بالماء. الا كان عندكم الوقت من الاحسن ترقدوه، انا ما عنديش الوقت داكشي علاش غسلته. وغادي ندير عليه الماء وغادي ندير عويدات ديال القرفه فقط. هادشي اللي غندير في الاول. انا السكر ما كنديروش في الاول. من نهار قالت لي واحد الطباخه قالت لي عمرك ديري البرقوق السكر في الاول ملي غادي يطيب، قالت لي راه ما كيخليش داك البرقوق يجي رطب ويجي بحال هكا داير منفوخ.
صافي من بعد ما تقلى ليا اللحم في ديك العطريه مزيان وشربها ليا ضروري اللحم تقليوه اولا ديروا ليه هذه المرحله هذه باش كيجي منسم وتيجي لذيذ. صافي كنزيد ديك البصيله اللي كنكون شلطتها وغادي نضيف واحد ربيطه ديال قزبور ومعدنوس غير شويه. انا بغيتو يطلق ليا ديك النسمه ديالته، نتوما ما بغيتوش ديروها لكم الاختيار. راه غير غادي نسد عليه بلا ما ندير الصفاره، غير غادي نغطي عليه حتى تطلق ليا ديك الربيطه ديك اللذه ديالتها اولا ديك النسمه ديالتها. صافي وغادي نحيدها كما شفتوا دابا راه تقلات ليا ديك البصيله. صافي دابا غادي نحيد هاد الربيطه هادي عاد باش غادي نروي. انا كنروي بالماء اللي كيكون سخون، ما كنديرش البارد، ما كنديرش الماء بارد. صافي غادي نسدها وندير ليها الصفاره. راه في هذا الوقت هي البنات ملي سديت عليها عاد باش تفكرت بلي انني ما درتش الزيت ورجعت عاوتاني حليت عليها ودرت ليها شويه ديال الزيت. تقريبا درت نص كاس ديال الزيت ما بين البلديه والروميه. هانتوما كيما شفتوا راه بدات كطيب ليا وعاودت حليت عليها ودرت الزيت ما كديروش من الاول يا البنات، حيت الا درتوه من الاول ما غاديش يخلي اللحم تاعكم تشرب ديك العطريه. انا راه في الدجاج وفي اللحم ما تنديرش الزيت في الاول حتى كنبغي ندير ديك البصيله عاد باش كنزيد الزيت. صافي انا من بعد ما تنفخ ليا البرقوق كيما شفتوا وطاب، دابا كنضيف عليه 3 معالق ديال السكر سنيده، معلقات اللي كيكونوا كبارين، يمكن لكم ديروا العسل. صافي وغادي نخليه يطيب او لا يتعسل ليا في ديك المريقه. من بعد ما كنشوف البرقوق ديالي بلي انه تعسل، هنا كنضيف عليه شويه ديال المرقه ديال اللحم باش يتنسم لينا داك البرقوق بالمذاق ديال هاد المريقه هادي. وراه زدت البنات عليه واحد الساشيه ديال نكهه زهره البرتقال، الا عندكم ديروها، ما عندكمش ديروا غير معلقه ديال الماء ديال الزهر. صافي غادي نحيد هنا هاد العويد ديال القرفه. كما كيبان لكم المريقه راه كتجي خاطره، واحد الريحه طالعه منها يا البنات في هاد الاثناء هادي، والله العظيم لا تشهيتها والله العظيم لا تشهيتها. وبغيت نجاوب واحد البنت قالت لي يا حليمه بان لي مشى الريجيم، والله العظيم ما كذبتي يا اختي، مشى الريجيم من نهار العيد الكبير اختك ما كاين غير الله يعطيك صحيحتك وحق الله. ولكن ان شاء الله غادي نرجع ثاني للصيام المتقطع ديالي حيت راني زبلتها بمعنى الكلمه. دابا راه شي جوج كيلو تقريبا اللي زدت اولا 2 كيلو و200 غرام اللي زدت غير من العيد لدابا. صافي كما شفتوا اللحم ديالي من بعد ما درت ليه معلقه ديال العسل حتى تعسلت ليا ديك المريقه كما كتشوفوا. دابا غادي نقدم معكم اولا دابا غادي نحطو باش نمشيو نتغداو. راه ما نشكرش لكم يا البنات هاد اللحم هذا، ولكن ضروري تجربوه باش تعرفوا على اش كنهضر. عرفتوا راه الريحه والنسمه والمذاق ديال العراسات تماما ما كاينش الفرق. وإلا وصلتي معايا اختي حتى لهنايا في الفيديو ما فيها بس خلي لي معك واحد لايك تشجيعا ليا لهلا يخطيكم البنات. والله العظيم شكرا لكم بزاف كاع اللي تفاعلات معايا في الفيديو الاخر وحتى في الفيديوهات اللي قبل، كنقول لكم لهلا يخطيكم. وكما قلت لكم البنات ما تنساوش دعموني بلايك تاعكم فضلا وليس امرا، وهكذا كتخليو الفيديو اقترحوا اليوتيوب وحتى انايا ديروا فيه الحماس وتشجعوني باش نصور معكم ديما الجديد. وكما كتشوفوا يا البنات صافي من بعد ما حطيت اللحيمه ديالتي في طبيصيل درت عليها من الفوق ديك المريقه. دابا كندير هذا البرقوق هذا كما شفتوا راه البرقوق تيجي منفوخ وتيجي معسل. ضروري ما ديروش السكر في الاول الا بغيتوه يجيكم بحال هكذا منفوخ. صافي من بعد ما كنحطوه في الطبسيل كندير عليه ديك المعلقه بحال هكا ديال داك السيرو ديال البرقوق. صافي تنزين هنا برقائق ديال اللوز اولا لوز ايفيلي اختياريه، انا ما كانش عندي اللوز متوفر داكشي علاش زوقت غير بهذا. ايوا ها هو الطبيصيل ديالي، قولوا لي كي جاكم حتى تجربوه وتردوا عليا الخبر. كتجي المريقه كتجي معلكه كتجي زوينه. صافي ملي تغدينا يا البنات ما بقيت صورت معكم حتى شي حاجه في هذا الوقت هذه اختكم خارجه غادي تخرج ضربها غير البرد. وهنا كنشارك معكم اللبسه اللي خديت
في الفيديو الاخر اللي شاركتها معكم هكذا كتجي في الشكل تاعها، ولبست معها هاد السنيدلات هادو شريتهم من شي صراحه صدقات الكاليتي تاعهم زوينه، مرتاحه فيهم في اللبسه في رجليا وفي كل شيء، والثمن تاعهم مناسب. خديتها ب 130 درهم باش خديتها. صافي هكا كيجي الفيديو ديال اليوم البنات، كنتمنى انه يعجبكم وين الاعجاب تاعكم، وما تنسونيش كما كنقول لكم ديما الا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع احبابكم وصحابكم. وانا نقول لكم بسلامه عليكم وشكرا لكم بزاف على المتابعه، والله يخطيكم.